جدعان انا رحت فين يا جدعان؟ انا فين؟ طب اعمل ايه انا دلوقتي بس؟ هعمل ايه انا دلوقتي؟ اه 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 مش قادر مش قادر. هعمل ايه يا جدعان؟ اروح فين؟ ايه ده؟ بني ادم بني ادم. هو ايه ده؟ ده بني ادم ده ولا ايه؟ هو ماله عامل كده؟ طب ارجع طيب ولا ايه؟ شكله غريب قوي بس مفيش غيره بقى، لازم اساله. يا حاج يا ريس يا اسطى، معلش انا اسف خضيتك، انا اسف انا اسف. انا بس هسألك، انا هنا بقالي حوالي 12 ساعة. نعم. وتايه زي ما انت شايف. نعم. مش عارف اروح منين واجي منين. معلش اعذرني. انا بس عايز اعرف، انا عايز اروح لمكان الرحلة اللي انا كنت فيها. كنت انا طالع مع جروب، المفروض كنا ورا جبل كبير كده ونتفسح، بس انا تهت منهم. انت شكلك عايش هنا يا عم الحاج صح؟ نعم. انت متأكد يا عم الحاج؟ نعم. طب حضرتك قول لي بس، يعني اروح فين؟ اكيد انت عارف المكان اللي بيتجمع فيه الناس اللي بتيجي تتفسح هنا. قول لي عليه الله يكرمك، انا مش قادر، انا هموت خلاص. سأقول لك يا أخي. انت بتعمل كده ليه يا عم الحاج؟ انا قلقان. اذهب في هذا الاتجاه ثم اصعد إلى أعلى الجبل. الجبل. ثم يمينا ثم يسارا ثم ستجد الجبل. اصعد إلى الجبل ثم انزل من الجبل ثم يمينا ثم يسارا ثم ستجد الجبل. الجبل تاني. ثم اصعد إلى أعلى الجبل ثم انزل من الجبل ثم تسير مسيرة يوم. ستجد رجلا هناك، اسأله عن المكان الذي تريد الذهاب إليه. يلا يا ابن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علومجي. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا لازم كلنا نبقى عارفينها، وهتفيدنا طبعا سواء في موضوع التصوير أو لو حتى أنت كنت طالع ورحلة مثلا في الصحراء أو كده، أو في مكان بعيد شوية عن المدينة ومش عارف إزاي إنك تحدد الاتجاهات بتاعتك أو المكان اللي أنت فيه موجود فين بالظبط، أو لو أنت تهت مثلا في الصحراء او في المكان البعيد ده، ازاي انت تقدر تحدد اليمين من الشمال، من الشرق من الغرب، الاتجاهات عموما ازاي انت تقدر تحددها في المكان اللي انت فيه. تستدل بحاجات بسيطة جدا. لو انت الموبايل بتاعك كان ضاع، او لو ما معكش بوصلة، او لو ما فيش اي حاجة من وسائل التكنولوجيا اللي احنا بنستعملها دلوقتي في تحديد الاتجاهات، لو ما معكش كل الحاجات دي ممكن بحاجات بسيطة حواليك تقدر ان انت تحدد المكان بتاعك وتحدد الاتجاهات ممكن تمشي فيها لغاية اما ترجع مكان آمن مرة تانية. وكذلك برضو موضوع الاتجاهات ده طبعا هيفيدنا كتير جدا في ازاي انت تقدر تحدد الاوبجكت او مجموعة النجوم اللي عايز تصورها، او لو في مجرة معينة عايز تصورها، او نيبيولا او سديم معين انت نفسك ان انت تصوره، ازاي انت تقدر تحدد مكانه في السماء، وازاي تعرف هو ناحية الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب. كل ده ان شاء الله هنعرفه النهاردة، وازاي نقدر نحدد مكانه في السماء، وازاي نعرف ان احنا نوصل له بكل سهولة حتى لو مفيش اي وسائل تكنولوجية متقدمة معانا. نبدأ مع بعض ان شاء الله.